صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجان، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك قد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. قالوا متى طلعت القصر؟ قال أمس العصر. هذا مثلنا اليوم، فتعالوا نسمع حكاية المثل وإيش معنى هذا المثل. قصة مثلنا اليوم تقول إنه كان لسلطان البلاد طباخ، وهذا الطباخ كان رجال كبير في السن. مرت عليه سنين وسنين وهو شغال في القصر، طباخ للقصر، فكان طباخ السلطان الجد والسلطان الأب، والآن هو طباخ السلطان الحالي. فحب هذا السلطان إنه يريح وإنه ينزل القرية يعيش بقية عمره مع أهله. فاستأذن من السلطان، فوافق السلطان لكن بشرط، قال له إنه الطباخ الجديد اللي نختاره تجلس معاه وتعلم أصول الطبخ لمدة 2 أو 3 شهور. وافق الطباخ. المهم فأرسل السلطان المنادي للبلاد عشان يعلن إنهم يبغوا طباخ للقصر، ففعلا اختاروا شخص ما إنه يكون هو الطباخ. طلع الطباخ الجديد القصر وبدأ يجلس مع الطباخ القديم عشان يتعلم منه أصول الطبخ. لكنه من أول يوم كان الطباخ الجديد غير مطيع، فالطباخ القديم يقول له حط كده، يقول له لا المفروض كده خطأ، المفروض البصل كميته كده والثوم كده والأبازير كده، فكان يعني ما يسمع كلامه. المهم طفش منه السلطان الطباخ الكبير وقال له سوي اللي تبغى. المهم خلاه يطبخ ويرسلوا الأكل للسلطان عشان يتغدى. فأول ما داق السلطان الأكل ما عجبه، كان طعمه سيء، فزعل واتضايق ونادى على السلطان الكبير، على الشيف الكبير، قال له ليه أكلك كده؟ يعني هذا مو أكلك اللي تعودنا عليه. فقال له والله يا مولاي هذا مو أنا اللي طبخ، هذا الطباخ الجديد هو اللي طبخ، أنا بعلمه لكن هو طلع ما يسمع الكلام وبدأ هو اللي قاعد يعلمنا. فناداه قال له ليه كده؟ أنا جيبتك عشان تتعلم وأنت جالس تسوي على كيفك، حتى لسه عمالك في القصر 2 يوم. قالوا متى طلعت القصر؟ قال أمس العصر. المهم هذه هي قصة مثلنا باختصار ولا أطول عليكم. إنه في شخص أول ما يستلم يكون حديث عهد بالشغلة هذه اللي هو فيها والوظيفة اللي هو فيها، يسوي نفسه فاهم كل حاجة وهو أصلا مو فاهم ولا حاجة. فتبدي تجلس وتتعلم وتاخذ الخبرة من الناس القدم عشان تبدأ تتقن عملك، مو من أول يوم تسوي نفسك فاهم وإنك أنت يعني خرطك الخراط واتمدد ومات. لا، يعني أي شخص يمسك شغلة جديدة لازم يتعلم ويكسب خبرات الناس اللي قبله. لكن للأسف في بعض الناس كده اليومين هذه أول ما يمسك شغلة يشوف نفسه إنه هو اللي فاهم فيها وإنه اللي بعده أو اللي قبله كلهم مو فاهمين حاجة. هذه هي قصة مثلنا، أتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.